الاهلي ما بيلعبش كوره. الاهلي ما بيلعبش، هو المصحف ما بيلعب كوره. لو وصل النهائي ازاي يا عم؟ لو ما بيحضرلوش رضا وصل النهائي ازاي يا كابتن رضا؟ الاهلي ازاي ما بيلعبش كوره؟ هو انا بكلم نفسي؟ كمل. ايوه، هو انا بكلم نفسي. ما ترد يا كابتن رضا يا عم ازاي ما تقول كلام منطقي يا ما هو ده كابتن كلام رضا. منطقي. انت ازاي الاهلي بيلعب؟ عارف فصل اصلا. لا زاد قبل لا 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 بس خليك اقعد شخبط. شخبط زي ما انت بتشخبط وما نتكلم اهدى من الكلام بتاعك. امال انت واقف على الخط بتعمل ايه؟ ما هو دي كولر اللي انتوا عمالين تمجدوا فيه. ماله يا كابتن؟ لا ما انا هقول لك، لا كسب النهارده. ده لو خد 100 بطوله راجل ما عنده، ده ماسك النادي الاهلي يا كابتن اللي بيكسب النادي الاهلي وجماهيره. مش انت قلت؟ مش هو ده بيغير في الدقيقه 70 يا راجل. رد عليه طيب يا راجل بيغير في الدقيقه 70 يا راجل. هتلاقي رضا عبد العال في اول الصف اللي بينسى كلمه ما تحققش باي حد، وهيقول لك ان انت فشلت. ليه؟ لان كان ده هدفه. كان هدفه مع كولر وهو قبل اللقب وبعد اللقب بيقول لك مدرب ملوش فيها. لا، مش كولر اللي ملوش فيها، انت اللي مالكش فيها. صدقني والله مالك فيها بكل الطرق، مالكش فيها. عارف ليه؟ لان لما تيجي على استاذ تدريب حقق بطولات في سويسرا، وصل بالمنتخب النمساوي للترتيب العاشر على مستوى العالم كأفضل تدريب ليه في تاريخه، للأسف ما كانش يعرف ان هيجي يوم في تاريخه يقيمه واحد قال على نفسه هجاص. ما كانش يعرفها كولر، وهو راجل بيتكتب عنده من اعلى الاكاديميات العلميه في العالم في كره القدم تقييمات وتحليل لشخصيته وسماته الفنيه والشخصيه. ما كانش يعرف ان هيجي رضا عبد العال في يوم قاعد في استوديو يقول عليه مدرب ملوش فيها. ما كانش يعرف. يا جماعه الناس دي طول الوقت بتحاول تضلل عقول الناس. احموا الكرة المصرية من أمثال رضا عبد العال. الناس دي بتحاول تطفي أي حاجة منورة في الرياضة المصرية. ما ينفعش يا جماعة ناس وصفت نفسها بالهجاصين نسيبهم يكلموا الناس ويخاطبوا الناس في الكورة. وأنا هنا بقف عند جملة عظيمة جدا للفنان إيهاب توفيق لما قال لرضا عبد العال جملة واضحة وصريحة. قال له أنت قاعد في المكان ده غلط. دي جملة لخصت حاجات كتيرة جدا الناس في الرياضة والإعلام مش قادرين يقولوها. انت قاعد في المكان ده غلط. لو كابتن رضا عبد العال عايز يقدم برنامج كوميدي اعملوا له يا جماعة برنامج كوميدي وخلصونا وريحونا احنا. انما استمرار الكلام ده هو شيء يسيء للرياضة المصرية ويسيء لإنجازات الرياضة المصرية وطول الوقت بيشدك لتحت. عشان كده بقول الرياضة المصرية مفترض ما يكونش فيها مكان للهجاصين.